كانت هناك فتاة مصرية اسمها نور. كانت هذه الفتاة تحب التاريخ، وكانت دائما ترى أنها تملك أسئلة كثيرة تريد أن تسألها. كانت تحب أن تعرف عن أشياء حدثت في الماضي وعن أشخاص عاشوا قبل آلاف السنين. في أحد الأيام قررت المعلمة أن تتحدث عن الملكة الشهيرة كليوباترا. كليوباترا كانت ملكة مصرية عاشت قبل آلاف السنين، وكان جمالها وذكاؤها سبب شهرتها في العالم كله. كانت تملك القوة، وكانت تعرف كيف تحكم بطريقة ذكية وشجاعة. المعلمة بدأت تسأل الأطفال عن كليوباترا، ومع أن نور كانت تعرف الكثير عنها إلا أنها لم ترفع يدها لإجابة. كانت خجلة، وكانت تخاف أن تتحدث أمام الجميع، لكنها كانت تريد أن تشارك قصصها. في المساء، أثناء وجود النور في غرفتها، كانت تفكر في كليوباترا، وقالت لنفسها: كليوباترا كانت شجاعة وكانت تواجه كل التحديات. أنا أيضا يمكنني أن أكون شجاعة مثلها. فكرت نورة فيما ستفعله في اليوم التالي، وقررت أنها ستدرب أن تتحدث في الصباح. ذهبت إلى الفصل وهي مستعدة لأن تكون شجاعة. في الفصل، عندما بدأت المعلمة تسأل الأطفال، شعرت نور أن قلبها ينبض بسرعة، وشعرت أن يديها ترتعد. ولكن تذكرت كليوباترا والشجاعة التي كانت لديها. رفعت يدها، وعندما اختارتها المعلمة لتتحدث، أجابت على سؤال المعلمة بكل ثقة. ابتسمت المعلمة لها، وشعرت نور بالسعادة لأنها استطاعت أن تتحدث. ومن ذلك اليوم كانت نور تشعر بأنها أكثر شجاعة وأكثر ثقة في نفسها. كل يوم كانت تجرب أن تتحدث وتشارك بأفكارها وأسئلتها، وكانت تتذكر دائما كيف كانت كليوباترا شجاعة، وكيف استطاعت هي أيضا أن تكون كذلك. وهكذا تعلمت نور أن التاريخ ليس فقط عن الماضي، ولكنه يمكن أن يعلمنا كيف نكون شجعاء في حياتنا كل يوم. وبكده يا أصدقائي خلصت قصتنا. ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي، وتقوليلي رأيكم في التعليقات.